جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من سمر في الليل، فمروا بالمسجد وإذا فيه رجل قائم يصلي. وأي رجل؟ ابن مسعود رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من في ابن أم عبد. قال عنه عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما، وعاء ملئ علم. هذا الرجل يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له، ولما فرغ من صلاته صادف مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهو ما يدري، فلما سلم رفع يديه ودعا، قال: اللهم إني أسألك، احفظوه، اللهم إني أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي جميعا، وأسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فإذا احفظ هذا الدعاء وأكثر من صلاة الليل بعد الفريضة وأبشر بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه: والذي نفسي بيده لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نسأل الله الكريم فضل. هذا توفيق. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه هو أبو بكر وعمر من حظه، وهذه من بركات صلاة الليل.